عندما اختارته الصين لتكريمه ضمن أهم 18 شخصا على مستوى العالم أثروا في شعوبهم، كانت تعلم أنه صانع حكايات وحواديت وأغنيات أجيال كاملة من أطفال مصر والعرب. شوقي حجاب، الطفل المعمر، صانع البهجة والدهشة. في المطرية بالدقهلية ولد قبل 77 عاما لأب أزهري يعشق الشعر والأدب، وتعلم كتابة الشعر على يد شقيق الأكبر سيد حجاب. وإلى القاهرة جاء في 18 من عمره ليبدأ رحلته مع أعمال الأطفال والكتابة لبرنامج عصافير الجنة. في قطار صحافة الطفل ينطلق سريعا بالكتابة في مجلة ميكي ومجلة سمير، وعلى الشاشة يبتكر شخصيات تظل محفورة في ذاكرة الجميع. كتب أكثر من 1000 أغنية، 80% منها للأطفال، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة لسينما الأطفال، وأصدر ديوانين شعريين ضمن 6 دواوين لمسدسات شوقي حجاب، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2021. ظل يبدأ ويقدم أعماله الجميلة حتى رحل عنا صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، وبرحيله يرحل معه جزء كبير من طفولتنا.